يا جماعة يلعنوا الشيطان وصلوا على النبي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن عدوهم. يا والله بالشباب والبنات، شلونكم؟ ورجعت لكم بفيديو جديد وياكم يزن. الجو بارد، خلونا نجيب البطانية ونرجع لكم، انتظرون. Wait a minute. Who are you? واخيرا تحقق الشيء اللي كنت اتمناه. هسه يقولون مشتركين، لا القناة نفسيتها هيك لا اخوان، اني فرحان هسه مقد الفرح، ودي افلش الجهاز يعني. على كيفك يابا، ايش حكينا وياك عيني؟ شلون المهم شلونكم بعد، شو اخباركم؟ ورجعنا لكم فيديو جديد وياكم يزن. واخيرا شلون احكي لكم؟ ما اعرف منين ابدي، ما اعرف يعني. فرحان وشلون احكي اقوم هل قزيجي شلون ما اعرف. المهم خلونا ريلاكس ونحكي. اخيرا الحمد لله والشكر، واخذت البنية اللي احبها اللي هي شريكة حياتي. وطبعا كنت حابب احكي لكم بهذا الموضوع، كنت متردد، كنت احكي لكم وكنت متردد. والبارحة تمت الخطوبة وجدا فرحان وما اعرف منين احكي لكم. واخذت اللي كنت احبها وتحبني، يعني من قلب واحد، مو تحبني على مود شيء ثاني، لا من قلب واحد. ف شلون احكي لكم هسه، شلون ابدا الفيديو؟ يعني الفيديو اليوم هو حلو وانا فرحان واهلي فرحانين وانا فرحان كلش فرحان، واصدقائي فرحانين، وابوي فرحان، وامي فرحانه، واخواني كلها فرحانه، وولد عمي كلها شلها. المهم هي تمت الخطوبة وهي جاي شاهدنا حاليا. شوفي من هسه قلت اذا ما مشيت عادي الصير كلالي. طبعا بيناتنا ميانة وضحك فالمهم اخذت البنية اللي كنت احبها، وهسه كافة مو عرفنا اخذت البنية. بدينا الموضوع شنو هو هذا الموضوع. اخذت البنية اللي احبها، ومن البارحة راح ابي وامي واعمامي واخوالي، وتمت الخطوبة والحمد لله والشكر. ومكافأة خلاص عاد خلاص. وان شاء الله اذا تزوجنا هم راح نشر لكم الحفلة، وراح نشر لكم الزواج، واحتمال هم تطلع زوجته وياي على السوشيال ميديا وتطلع وياي على التواصل. المهم احنا نسينا لنا موضوع اللي هو لا تنسونا باللايك والاشتراك. المهم هسه ذكرت لا تنسونا باللايك والاشتراك، وهذا الموضوع وهاي الفبركة وهاي الحماس وهذا وكلها، وتالي ما تالي تطلع كذب. ويني يا دنياي، تعبت قلبي هواي، شوية بهداوة وياي، لا ما رحمت بحالي، ابكي بقهر وحدي، دمعي ترس خدي، شوفوا وقف ضدي حتى حد. اي شباب هذا الموضوع طلع كذب. تدرون ليش؟ اني عندي فكرة من هاي الفيديو. طبعا عندي افكار هواية بس ما اريد لما الوقت يجي على مود احكيها لكم. ودي اصدقك بس قوية. ففكرة الفيديو هذا شنو؟ حماس وخطوبة وكذا. فالبعض صدق الموضوع والغير لا. هذا كذاب منتي. نصدقه بعد حنا؟ هذا كذاب. انه انا لا خاطب ولا شيء وتعرفون انا دائما احكي انه الشخص اللي عمره 20 و18 19 مو حلو يتزوج. فاني ابد ما متزوج ولا خاطب ولا احب هاي السوالف، واصلا ما ادنا لها. يتكلم معانا ولا هو فاهم ايش قاعد يقول ولا احنا فاهمين هو ايش قاعد يقول، وشوفوا ايش قاعد يقول لانه ما حتفهم ايش قاعد يقول. فالمهم خلونا نبلش. فكرة الفيديو انه بعض الشباب لما هو بعمره 15 او بعمره 20 او 25 لما يتزوج راح يعرض الحفلة، راح يعرض النساء اللي ترقص بالحفلة، راح يعرض الشباب والنساء اللي يرقصون بالحفلة اللي سوا، وراح يعرض يوم من الايام لما راح يصعد حسابه. يشوفون الحفلة اللي بالتيك توك، الناس اللي عقولها جاهلية اللي جاي تتصفح راح تتابعه، وورا اسبوع او ورا شهر راح يظهر زوجته على التواصل الاجتماعي. هاي واحدة خلصنا منها. فكرة الموضوع مثل دول اللي يطلعون
زوجاتهم على التواصل الاجتماعي، مثل ذول اللي يسترزقون بأمهاتهم، يسترزقون بأخواتهم، يسترزقون بأعراضهم. يعني إلى العقل شنو موضوعه؟ العقل شنو موضوعه من الإعراب؟ العقل الله المن نطاك عقل، لو مخلي لك شيشة مال دبس أفضل. أي والله لو مخلي لك شيشة مال دبس، لو مخلي لك شنو بطانية براسك ليفة. لما أنت تسترزق بأختك بعرضك بأمك خير، تجيب لك فقير تسترزق براسه خير، مو هذا فقير، مو هذا ويجيب يتيم ويسترزق براسه. وهاي اليتامى والفقرة وأعراضك ليش تسترزق بيهم؟ ما تقدر، لا عندك ايدين وعندك رجلين تقدر تشتغل وتقدر تجيب الفلوس الحلال ولقمة العيش الحلال مثل ما نقول. افتهمتوا؟ فأنت ليش تطلع وتسترزق بأهلك؟ فرضا أنا اليوم كيزن جبت أختي، وهاي أختي، واليوم أنا مود راح أطلع لكم أختي، أريد الفيديو يوصل 10,000 لايك خير. إذا ما أجيبها بتعبي أنا أو أجيب أختي على مود وخير، الناس راح أشاهد أختي، راح تجي نظرة ثانية إلي والأهلي خير شكو. وهذا اللي يجيب زوجته فرضا، مثال الأمثلة تضرب ولا تقاس. متزوج أنا فرضا وجيب زوجتي. شباب اليوم حبيت إنه أجيب لكم شيء، وهذا الشيء من زمان كنت إنه حابب أظهر لكم، بس كنت متردد، ووجه اليوم اللي أظهره به. شنو يابه؟ والله حابب أظهر لكم زوجتي خير، ويظهرها شبيك انت معقول عندك عقل؟ انت فازلين براسك شنو؟ دهن ما نعول براسك؟ لو كذا هذا الراس ولا لا طلع العقل منه. لا انا بليفه هيش حكي يا اخي، ماكو هيك بشر. وحابب اظهر زوجتي وياي وظهر زوجتك وين ولوين ظهر زوجتك ولوين تريد توصل. يلا اليوم ظهر زوجتك او اختك او امك، يلا واحنا ايش راح نستفاد؟ مو هذا عرضك. والبعض يطلعهم بدون حجاب، او يطلعهم ملابسهم نص، واللي يقول هاي ثقافة، او اللي يقول هاي جيل ويتغير وتغيروا مع شنو؟ انت احسن من القرآن، انت احسن من اهل البيت، انت احسن من النبي محمد، انت احسن من شنو؟ على مود تطلع جسم وتخلي جسم وشعر وثقافة، واحنا ب 2023 لازم نتثقف. كانت تثقف وتطلع اختك، تثقف وتطلع زوجتك، تثقف تطلع امك، تسترزق براس الفقير واليتيم. بس كم تشلبت؟ ثقافتك شنو من ثقافة هاي؟ بس اريد افتهم. مثل حسحس اللي هو مزوج عنده 4 جهار راح يتزوج بدبي. انا ما اخذ حسحس، لا اخذ كل المشاهير اللي حتى لو زوجته محجبة المن يطلع. خلاص انت طالع بنفسك، خلص مو شرط اللي طلع ناس ثانيين، اختك او بنتك او زوجتك خير ان شاء الله. انا ايش راح استفيد؟ والناس راح تنظر لي نظرة ثانية. لو مثل ذني اللي بالتيك توك مطلع شعرها وهاي على مود تجيب مشاهدات، خيب ام الضراط ام الفسو يزيد ضحكين على روحك على انتي ام البعرور. افتهمي حتى الالفاظ ما اعرف شلون يبتها. نساءكم عوراتكم، يعني مرتك هي عورتك، فانت ليش تجيبها على التواصل الاجتماعي وقدام الناس وملايين ناس راح يشاهدها؟ مو بس اني، لا ملايين ناس. على مود الرزق اللي ما يجي من الله اضربه ب1000 شلاق خير من يعني. اذا ما تجيني من الله من يعني. ترى شوفوا بعض البنات اللي بسن المراهقة او الشباب بسن المراهقة او المتزوجين توهم او البعد ما متزوجين ومتحمسين يتزوجون، شوفوا خلنا احكي لكم موضوع لهم. ذولي الشيطان قاعد ولازم له بريج وبالتواليت بروسهم بعقولهم. طبعا اكو تواليتات بعقولهم ايه، والشيطان قاعد بيها حاليا هو وابليس. هذا طقه بحجاب منها طقه وانت حاليا تمشي بكيفهم. ما اعرف. ولو الله سبحانه وتعالى بالقرآن الكريم يقول ولو يأخذ الناس بظلمهم، يعني لو ياخذ الناس بظلمها بمصايبها بمعصيتها بذنوبها من زمان ما اخذ هي. بزمن النبي لوط اللي ما سمع قصة النبي لوط راح يبحث عنها ويسمع زين. لا يعني من يبحث عنها، ما عنده قرآن ملخص لك القصة وجايب لك القصة بالكامل كل قصص الأنبياء. فالعقول هاي اللي بيها شنو ما أعرف. الله أنطى عقل للبشر المن ما أعرف.
ولكم هذا التيك توك جاي يدمر بيكم. تيك توك ما ترى احكي واذا احكي راح تعرفون بعد شي يسوون بينا بعد ما نشوفكم. فانا صابر ما اعرف شلون، بس البرد كتني من وراكم. ردت ابين للناس انه قمة التفاهة عند بعض الشباب او عند بعض الاهالي لما يزوج ابنه او بنته وراح وجاب له كاميرا وصور. المهم لهنا وياكم وصلنا نهاية الفيديو. لا قبل ان نختم الفيديو، اعطيني القرآن قال لك ثقافتك طلع جسمك، والقرآن ما يجيب ثقافة. اعطيني اهل البيت قالوا لك ثقافتك طلع جسمك. اعطيني شي قال لك ثقافتك. لو احنا لا احنا نختلف، احنا منطقتنا او ولايتنا احنا تختلف عنكم. احنا لبسنا شنو لبسنا يختلف شنو؟ انت ليش تدعي انه تبع الامام علي وانت تلبس عكس؟ وانت ليش تدعي انت تتبعين فاطمة الزهراء وتلبسين عكس؟ انت ليش تدعي وتدق وتبكي يجيك محرم وزيارة ومشي خلص محرم وتروح وانتم وين الروجة؟ احنا العراقيين وين الروجة؟ يعني اللي اجت الروجة مشينا وياها شلون ما اعرف. المهم لهنا وياكم وصلنا نهاية الفيديو، اتمنى عجبكم فيديو اليوم. لا تنسونا باللايك والاشتراك والتعليق ورأيكم بالستايل اللي هو هذا والبطانية، واللي طبعا يسألون على هذا مسويها على اساس مايك انه يعزل الصوت، وهو الصوت ما ينعزل. فالمهم لا تنسونا باللايك والاشتراك والتعليق، ونشوفكم فيديو ثاني في امان الله. نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.